عن محمد بولكسوت. هنا فرصة لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيكاس في التوغل. اسماعيل المقدم، هنا اللقطة، هنا الفرصة، هنا المحاولة، كان التدخل من اسماعيل المقدم، خطأ ركلة حرة مباشرة لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيكاس في تنفيذ العمري محروس. من الذي سيسدد؟ سعد المرسلي. التسديد ميري، ما زالت الفرصة متواصلة. عبد الغفور من جديد، سعد المرسلي سيسدد، سعد التسديد لكن تبي هنا الإعادة. هنا اللقطة الماضية، واحدة من أبرز الفرص وأبرز المحاولات لحد الآن في هذه المقابلة الكروية. هنا سعد المرسلي الذي كاد أن يسجل لنادي أولمبيكاس في لولا التدخل في الوقت المناسب من روجي أولو. الذي سيفعل روجي أولو للمكعازي، من المكعازي المذكور. فرصة دائما لعناصر نادي الرجاء الرياضي. الكرة اصطدمت بالقائم الأول، الكرة كادت أن تسكن شباك الحارس المهدي، كاد أن يغالط حارس المرمى المهدي، لم يكن متسللا مذكور في الفرصة الماضية. هنا اللقطة، هنا المحاولة، وهنا الفرصة. كادت الكرة أن تخضع لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيكاس في سعد المرسلي، بعيدا كل البعد عن الخشبة، لكن الفرصة مرت بسلام. تعود الكرة من جديد لعبد الله ديارة، لسعد المرسلي. ما زالت الفرصة متواصلة لعناصر نادي أولمبيكاس في بعد ذلك انتقل. هنا فرصة لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي. العرضية كانت من مذكور. ما زالت الفرصة متواصلة. ضربة راسية، جول، لكن الهدف حكم المواجهة. إذن هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي، جول أول في اللقاء، هدف أول لفائدة ولمصلحة. فرصة، هنا المحاولة، كانت العرضية من الروجي أو من مذكور، وصلت لزريدة، كانت المطالبة بركلة جزاء، بعد ذلك ضربة رأسية بالخطأ. يسجل ياسين كرداني في مرمى، هدف أول لفائدة ولمصلحة نادي الرجاء الرياضي الذي يصل للمرمى، يصل للشباك وينجح في تسجيل الهدف الأول في المقابلة. هنا اللقطة الماضية، هنا كانت العرضية من محمد زريدة، وصلت الكرة لخابة، وضربة رأسية بالخطأ. يسجل في مرمى ياسين أولمبيكاس في الذين يواصلون البحث ويضغطون في هذه اللحظات. هنا العرضية، عبد الغفور، جول، يسجل بالخطأ في مرماه، مدافع نادي الرجاء الرياضي. فرحة جنونية وفرحة هستيرية هنا في مدرجات ملعب المسيرة الخضراء. ينجح نادي أولمبيكاس في تسجيل هدف التعادل. أعتقد بأن مدافع نادي الرجاء الرياضي سجل بالخطأ في مرماه. منذر الكبير لم يكن. فرحة كبيرة. هنا اللقطة، هنا الإعادة، هنا الفرصة التي من خلالها نجح نادي أولمبيكاس في تسجيل هدف التعادل. هدف لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. هنا اللقطة، وهنا الفرصة، وهنا المحاولة. هدف التعادل لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. إذن عبد الغفور هو اللي سجل، عبد الغفور هو الذي سدد. عبد الغفور دائما لعناصر نادي الرجاء الرياضي. فرصة، إمكانية التسديد، كانت تسديدة لكن اصطدم أولمبيك أسفي. هنا اللقطة الماضية، وصلت الكرة لحمزة خابة، سدد حمزة خابة، الكرة اصطدمت بالمدافع ليتغير المراوغة. تمرير، إيصال الكرة لمذكور، ما الذي سيفعل عبد الإله؟ العرضية من مذكور، ضربة رأسية قادمة لنادي الرجاء الرياضي. ما زالت الفرصة متواصلة. هناك خطأ للمهدي الذي تعرض للإصابة. سلامات إن تعرض للإصابة. هنا اللقطة، كانت العرضية من عبد الإله مذكور، بعد ذلك التدخل كان في الوقت المناسب من المهدي. كان هناك اصطدام بين المهدي ومحمد. مرة أخرى لمرمى الحارس ناس زنيتي. تعود الكرة من جديد، فرصة تسديد، كانت فرصة في هذا الشوط بالنسبة لنادي أولمبيكاس في تسديدة سعد المرسلي. نادي الرجاء الرياضي يسري بوزوق هو الذي يتولى مهمة التنفيذ. يسري تنفيذ الركنية، ضربة رأسية. جمال حركاس الذي كان يبحث
عن رابع أهدافه في هذا الموسم بقميص نادي الرجاء الرياضي. محاولات نادي الرجاء الرياضي، أسامة محروس، التمرير، ما زالت الفرصة متواصلة، التحضير، إمكانية التسجيل، جول 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 جول. محمد المرابط، محمد المرابط يسجل لنادي أولمبيك أسفي في الدقيقة 72. ينجح نادي أولمبيك أسفي في الوصول للشباك وفي الوصول لمرمى الحارس أنس زنيتي للمرة الثانية في هذا اللقاء. للمرة وصلت الكرة لمحمد المرابط الذي لم يتردد، سدد هنا اللقطة، وصلت، استقبل الكرة وسدد بشكل ممتاز. ينجح في مغالطة الحارس أنس زنيتي وينجح في تسجيل الهدف الثاني لفائدة ولمصلحة نادي أولمبيك أسفي. هنا الكرة هنا وصلت بالقدم اليسرى، فرحة كبيرة لنادي أسفي. ركنية سيتم تنفيذها، هنا التنفيذ الركنية، أنس زنيتي، ما زالت الفرصة للتصدي لكل الفرص ولكل المحاولات. الكرة وصلت بأمان لخالد كبير، قدم عبد الإله، هنا المراوغة من عبد الإله، مستوى ممتاز من مذكور. هنا العرضية، إمكانية التسجيل، ضربة رأسية كبير علوي، أداء ممتاز وأداء رائع مقدم من طرف عبد الإله مذكور الذي راوغ. هنا الفرصة الماضية، هنا المحاولة الماضية، كاد أن يصل للشباك وكاد أن يصل للمرمى. هنا اللقطة، سفيان بن جديدة كان على وشك التسجيل وكان ليونس النجاري. يونس يحاول المراوغة، النجاري، ما زالت الفرصة متواصلة، تمرير دائما لعناصر نادي أولمبيك أسفي، إمكانية التسديد، ما زالت الفرصة متواصلة في منطقة الجزاء. حكم المواجهة يعلن عن ركلة جزاء، حكم المواجهة نادي أولمبيك أسفي. هنا اللقطة، هنا عبد الله الذي نجح في افتكاك الكرة والتقدم والتوغل لمنطقة الجزاء. بعد ذلك اسقاط عبد الله ديارة. السيد حمزة الفارق حكم الساحة يعلن عن تنفيذ ركلة الجزاء. منصف العمري، هنا التسديد، جول 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 جول. الهدف الثالث في المقابلة لنادي أولمبيك أسفي. منصف العمري ينجح في ترجمة ركلة الجزاء ويتفوق على أنس زنيتي ويمنح نادي أولمبيك أسفي هدفا آخرا في هذه المواجهة. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد. يواصل التقدم رسم منافسات الجولة 16 من البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. هنا الطريقة التي سدد بها منصف ركلة الجزاء يسعد العشاق، يسعد المحبين ويسعد الأوفياء الذين يواصلون تشجيع هذا النادي.